إذا كنت شاب أو فتاة عمرها أقل من 45 سنة وفات على وجع ظهرك 3 شهور، لازم تروح لدكتور روماتيزم. هقول لكم ليه في الفيديو ده. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. قلنا قبل كده إن في نوعين من ألم الظهر، ألم التهابي وألم ميكانيكي. الألم الميكانيكي زي الغضروف، زي مشاكل الخشونة، زي ضيق القناة الشوكية، زي عرق النسا. انما الوجع الالتهابي ده علامة مميزة لمجموعة امراض على رأسها التيبس الفقاري اللاصق او الانكيلوزنج سبونديلايتس. طب ايه هي اعراض الوجع الالتهابي ده المختلف عن الوجع الميكانيكي؟ 1، السن صغير اقل من 45 سنة. 2، ان الوجع ده بيتحسن جدا 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 بالحركة ويسوء جدا جدا بالراحة. 3، ان الوجع ده ممكن يصح الواحد من النوم بالذات في الفجر. 4، ان الوجع ده ممكن يجي في منطقة الفخدين في الإليتين من ورا ويبدل من يمين لشمال ومن الشمال لليمين. 5، انه بيتحسن مع المسكنات والواحد ياخد مسكن يرتاح جدا، على عكس الألم الميكانيكي اللي ممكن يرتاح شوية ويرجع تاني. 6، ان في حد في العيلة عنده مرض مناعي تاني زي تقرح القولون، زي الصدفية الجلدية، زي مشاكل في العين التهاب قزحي. 7 والأهم، إنه ممكن يكون لف على دكتورين 3 وخد أدوية كتيرة أوي ما تحسنش. روحوا لدكتور الروماتيزم في أسرع وقت، علشان هو اللي بيقدر يحدد إذا كان في شك في الموضوع ده ويطلب أشعة رنين مغناطيسي على المفصل الحرقوي العجزي بطريقة معينة، وهو اللي يعرف يقراها. مع احترامي الشديد للتقارير الأشعة، كتير قوي من تقارير الاشعه بتجيلنا ان في مشكله، والاقي مريض باعت لي على التليفون تقرير اشعه ان في التهاب في المفصل الحرقوي العجزي، وما ببص على الافلام ما الاقيش اي حاجه. لو عندك وجع في ظهرك وانت عمرك اقل من 45 سنه، راجل او ست، وعدى عليه 3 شهور ما بيتحسنش، روح لدكتور روماتيزم ودمتم سالمين.